الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، بالنسبة للمراهقة وكيف ينظر المجتمع إليها ومهارات احتواء المراهق، أول شيء نظرة المجتمع المراهقة هي نظرة ظالمة وجاحفة في حق المراهق، لأننا نجرم المراهق قبل أن يجرم، ولأننا نحكم عليه بالانحراف قبل أن ينحرف. لذلك مهم جدا أن نراجع قضية المراهقة وأن نفهم أن المراهقة ليس لها علاقة أبدا في مصطلحها بمصطلح الانحراف. مراهق بمعناه قرب أن ينضج، وليس بمعناه يعني هو إنسان منحرف. هذا الأمر الأول وهو مهم جدا. الأمر الثاني، لما تتغير نظرتنا للمراهق ونصير نشوفوه بنظرة إيجابية وما نحكموش عليه أحكام مسبقة، كيف نحتويه؟ لا يمكن احتواء المراهق إلا من خلال رسالة ورؤية، وهذا الشيء اللي لابد لنا أن نفهم، أنه إنسان يعيش في الحياة بلا رسالة هذا إنسان يكون عبء على نفسه وعبء على الحياة. فلا بد أن نساعد المراهق لرسم وصياغة رسالته في الحياة، الرسالة اللي هي لاميسيون ديالو، اللي هي مهمته في الحياة. هذا واحد. اثنين، الرؤية. الرؤية يعني يقول له منها ل 20 سنة وش راح تكون. يعني تصور معي مراهق ما بالوش وش راح يكون غدوة، ما بالوش راح يكون بعد 5 سنين. يعني دائما راح يمشي في طريق ويلقاها معوجة، ويمشي في طريق أخرى ويلقاها مش مليحة، ويمشي في طريق أخرى ويلقاها أنفاس ما توصلش، ويمشي في طريق أخرى وتضيع الجهود ويضيع الوقت. لماذا؟ لأنه ليست له رؤية. فمهم جدا الرسالة والرؤية. ونعطي مثال لزيد بن ثابت الصحابي الجليل، لما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحتوي هذا المراهق راح له وقال: يا زيد تعلم كتاب يهود فإني أخشى على القرآن منهم. تصوروا من يحمل القرآن الكريم هو شاب في عمره 12 سنة أو مراهق في عمره 12 سنة، كيفاش ما خافش منه؟ علاش ما قالش هذا ممكن يكون منحرف؟ كيفاش قال هذا 12 سنة أعطيه هذه المسؤولية الكبيرة اللي هي القرآن الكريم يحافظ عليه؟ ولكن لا، مرحلة المراهقة هي مرحلة الطاقة، مرحلة القوة، مرحلة الإنجازات، ولكن بحاجة المراهق إلى رسالة ورؤية. فالرسول أعطاه الرسالة، قال له: أنت حامل القرآن، والرؤية هي أنك تحفظ القرآن من كيد اليهود وتعلم لغة اليهود. فتعلمها في 15 يوما. لمستحيل إنسان اليوم يفهم اللغات، يقول أن الإنسان يقدر يستوعب لغة ويفهمها ويتكلم بها ويكتبها في ظرف 15 يوم. لكن هذه قوة المراهق لما تحضر الرسالة والرؤية. الجانب الآخر في قضية العلاج في احتواء المراهق عند المشكلة، عند المصيبة، عند الخطأ. احنا دائما ربما نعتذر لنفسنا لما نخطئ، ولكن لا نعتذر للمراهق لما يخطئ. نحبه يكون مثالي، نحبه يكون ما يغلطش، وهذا ما يبعد علينا واللي مستحيل نقدر نوصل له. كيف نتعامل مع خطأ المراهق؟ أيضا خلينا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش احتوى المراهقين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء له شاب في المسجد يقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابة لما سمعوا الكلمة حبوا يقتلوه، بداوا يجوا يجري باش يضربوه. الرسول قال له: اتركوه، دعوه. قالوا: أذن مني فدنا، أذن مني فدنا، أذن مني فدنا. ما قالوش حرام عليك، ما قالوش واش راك تقول عيب، ما قالوش كيفاش ما تحترمنيش وتقول هذا الكلام. هل يستطيع شاب مراهق اليوم يقول باباه ماشي يقول له اذن لي في الزنا، يقول له شفت وحده عجبتني، او تقول له بنته كاين واحد جا طلبني للزواج؟ او صعب جدا. لماذا؟ لانه بنينا اسوار بيننا وبين ابنائنا المراهقين. انا لا اتعجب من هذا الشاب وجرأة الشاب، وانما اتعجب من انبساط الرسول، من تواضع الرسول ليهم، وكيفاش كان يعاملهم حتى وصلوا باش يقولوا له كلمه كما هذه. فبعدها كان الخطاب عقلاني، ما قالوا لا حلال لا حرام، قالوا: اترضاه لامك، ترضاه لاختك، ترضاه لخالتك، والناس لا يرضونه. بعد هذا وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه. شوف، حتى الخطاب الروحاني ما كانش حرام عليك وش درت ولا وش قلت، وإنما كان على شكل دعاء: اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه. قال الشاب: دخلت والزنا أحب إلي من كل شيء، وخرجت وهو أبغض إلي من كل شيء. شوف كيفاش عالج السلوك، ولكن دون أن يتكلم بالحلال والحرام كما احنا دايرين سلطان الحرام هذا فوق أظهر ورقاب أولادنا المراهقين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتوي ويفهم قضية احتواء المراهق. فالرسالة والرؤية مهمة، تفهم المرحلة مهم. أيضا أن نفهم المراهقين حسب أعمارهم وحسب مستوى استيعابهم، نفهمهم والشيء اللي يمر عليهم والشيء اللي عايشينه. زيادة على ذلك لا بد من المصاحبة اللي تكون عن طريق الحوار، وأساسيات الحوار: اختيار الوقت، واختيار المكان، واختيار الزمان، واختيار نبرة الصوت المناسبة، واختيار الكلمات الطيبة أثناء الحوار. الإقناع، وهي مهارة مهمة في التفاوض مع المراهق ومحاولة إقناع المراهق. والمهم أن يكون الحوار ويكون الإقناع مبني على قاعدة اربح وربح. إذا ربح وليدك المراهق وأنت خسرت الموقف، هذه ما هيش تربية. وإذا ربحت أنت الموقف وخسر ابنك المراهق، هذه ما هيش تربية. والتربية الصحيحة أن نربح جميعا ونقتنع جميعا لنتعايش ونتصاحب في هذه الحياة. نتمنى إن شاء الله دائما نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع أبنائنا المراهقين، لأنهم ثروتنا، و75% شباب، ولا بد أن تقوم الأمة بالشباب. فإذا ضيعنا الثقة فيهم ضاعت الثقة في الأمة. ونرجو إن شاء الله مستقبل أحسن لنا وللجزائر ولكل الأمة الإسلامية. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.